يا صباح الخيرات على أجمل وأحلى البنات، يوم جديد في حياة أم عندها طفل. فيديو النهاردة مختلف عن بقية الفيديوهات، كله تجديد ونشاط وحيوية. كلنا بنحب نجدد في مطبخنا. جددت المطبخ بتاعي بأقل تكلفة، بس فرق معايا كتير في نفسيتي. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بدأت بيها، دخلت على المطبخ، كان يبان من بعيد إن هو نضيف، بس بعد بقى ما رشيت السترس طلعت بلاوي. طبعا عشان هلزق بديل الرخام اللي هو الفوم ده، فكان لازم انضفه الاول. نضفت كده السيراميك كويس وغسلته، وبعد كده دخلت على الشفاط. انا طبعا الشفاط بعمله كل شهر، فده كان يعني ايه الفترة اللي المفروض ايه انضفه فيها. فكيته من مكانه ورشيت عليه سترس وسبته 3 دقايق. بصراحة بيسهل عليا جدا، مش بدعك جامد يعني. ممكن انا بس مسرعة الفيديو، لكن اصلا انا مش بدعك جامد ولا حاجة، ده هو كل سهولة بيتفرق معايا يعني. وكنت بشطف ولا مية ساقعة ولا مية سخنة، مية فترة كده، وكان بينضف بسهولة. والحتة اللي كنت احس ان هي فيها دهون اكتر كنت برش عليها رشتين وببخ بختين كده وبرجع ايه ادعكها. بصراحة كان نفسي اجدد التجديد ده من بدري. كنت متضايقة من لون السيراميك الاخضر. وانا بحب يعني كل فترة كده اجدد حاجة. ممكن مش كل مرة اجدد فيها لازم اشتري حاجة من بره، لا انا ممكن اشيل الحاجة من مكانها وبعد فترة ارجعها تاني. بس المرة دي بقى حبيت ان انا اشتري حاجة جديدة كده وتفرق يعني معايا، كانت نفسيتي محتاجة كده قوي بصراحة. حبيت اشارك معاكم. ف نزلت العتبة النهاردة. جبت ستيكر الزقه على الرخامة اللي هو بديل الرخام ده. في حاجة ستيكر بيتحط على الرخامة، وجبت حاجة اللي هو شبيه بديل الرخام برضو ستيكر بيتلزق على الحيطة. وجبت اللي هو الورق الحائط اللي هو الطوبي. بصراحة أسعارهم يعني مش عارفة هي يعني غالية ولا رخيصة، بس يعني كانت كويسة. هنا بقى كنت بدعك الشفاط. اكتر حاجة بتتعبني بصراحة في الشفاط كانت اللي هي الشبكة دي، بس سترس بيسهلها عليا. كنت الاول كنت بستخدم اللي هو الباور الاسود ده، بس بصراحة سترس افضل كتير يعني. هي بيغلبني شوية عشان بفضل امسك كل واحدة واحدة كده ادعكها، بس اسهل من الاول بكتير. وهنا بقى دعكته وخلصته بقى زي الفل شمعة منورة. ابتديت بقى بعد ما خلصت الشفاط سبته يتصفى، وابتديت بقى ايه اجيب الحاجة عشان نلزقها. جبت اللي هو بديل الحجري ده، وجبت اللي هو شبه الرخام اللي بتلزق في الحيطة، وجبت اللي هو هلزقه على الرخامة ده. جبت بقى جوزي يساعدني الله يبارك له، بصراحة تعب معايا جدا ولزقه لي حلو قوي يعني. انا كنت خايفة ان هو يبوظ، كنت متوترة جدا يعني، كنت عايزاه يتعمل بشكل كويس، والحمد لله بصراحة هو عمله لي كويس قوي يعني. والمطبخ لما هنا بقى كنا لسه بنلزق، بس المطبخ لما خلصت وحطيته يعني لزقت كل حاجة ومشيت مع بعضها، فرق معايا جدا. كان كل شوية ابص كده اقول ايه ده لسه ما خلصش هيخلص امتى؟ فالحمد لله يعني النتيجة كانت مرضية جدا. احنا يعني انتوا ممكن كمان تجددوا بحاجات بسيطة زي كده، الحاجات دي مش مكلفة خالص، وطبعا كل واحدة على حسب مساحة مطبخها. بصوا شايفين الاختلاف، يعني بقى مطبخ جديد، مش ده المطبخ اللي كان في اول الفيديو. آه يعني لو عايزين تعرفوا تكلفته، هبقى ممكن انزلها لكم فيديو تاني ولا حاجة. وجبت 3 زهريات حلوين جدا، فرقوا بصراحة على شكل الرخامة. بصوا شكله حلو قوي.
جبت 3 زهريات صغننين كده شكلهم حلو. الواحدة كانت ب10 جنيه. مش عارفة كده، أنا حسيتها بصراحة سعرها حلو قوي بصراحة. وفرقت هي بسيطة بس بصراحة يعني عملت اختلاف. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. كانت معاكم سارة الهوال. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد.